السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نفصل معكم واحد الجلابة ديال التبت الكاشمير غليظ شتوي بجميع التفاصيل ديالها. جلابة بالكتاف واقفين وافتحات من الجناب بطريقة سهلة كيف ما عودتكم. تبعوا معايا حتى لاخر الفيديو وما تنسونيش باعجاب والتعليق من التعاليق ديالكم اللي كيزيدوا كيحفزوني وكيشجعوني باش اي حاجه بغيت نفصل واي حاجه بغيت نخدم نشاركها معكم وتستافدوا معايا. ولنبدا على بركه الله. اول حاجه الثوب عندي فيه 2 متر ونص وحتى 2 متر وربع راه غادي تقد في جلابه عاديه الا كانت المراه متوسطه القامه، والا كانت المراه طويله القامه خاصنا 2 متر ونص في الطول والعرض متر ونص. كنطويو الثوب على 2. الحاشيه هي من هنا غادي نديرو الداخل في الخارج. هاد الحاشيه ما غاديش نحسبها، غادي نخليها تدخل في الخياطه. يعني من هاد التقيبات اللي في الحاشيه غادي نبدا الخدمه ديالي. غادي ندير هنايا 8 سنتيم ونهبط هنا 10 سنتيم ونجيب واحد الخط من هنا لهنا. نقسم هاد المسافه هذه على 2 وندخل هنا في الكورساج بواحد ونص ونجيب التقويره هكا غتكون اوفال باش ما يبقاش في الكتاف. عندنا 41 مقسوم على 2 20 ونص زائد سنتيم د الخياطه 21 ونص. كنهبط هنا حق الكتف 3 سنتيم ونسطر من هاد النقطه لهنا. انا ما بديتش هنايا من الحاشيه لحقاش هاد البلاصه هادي ما مقاداش، انا عاد قديتها بالمسطره من هنا، يعني غادي نمشي من هنا لتحت. عندي في التركيز 27 في القياس اللي خدينا. كنحط هاد السنتيم ديالي على حد 4 سنتيم، يعني كنطلع 4 سنتيم وندير 27 ديالي عاديه. ها هي هنا ندير خط مستقيم زاويه قائمه وندير عاود زاويه قائمه هنا باش ندير خط الصدر. عندنا 30 زائد سنتيم د الخياطه 31. دائما تنبدا من هاد النقيطات د الحاشيه، يعني غادي تجيني هنا. كنجي لهنايا هاد المسافه هادي كنقسمها على 2 وندخل هنايا 1 ونص ونجيب التقويره ديالي. بالنسبه للبنات المبتدئات غادي ديروا هاد البيستولي، وبالنسبه اللي كيعرف يخدم غادي يديرها بلا بيستولي. غادي تدخلي غير هنا 3 سنتيم وتقوري هكذا. كنجيو من هنا كنمشي نيشان وانا غاديه وانا كندور هكا هكذا بهذا الشكل. وإلا ما قدرتيش تصاوبيها بهذه غتصاوبيها بهذا البيستولي هذا. ها نتوما شفتوا كي كتجي مقاده. كنهبط من هنا لهنايا 15 سنتيم باش نوصل للحزام. الحزام دائما كيف ما قلنا كيكون ناقص من القياس ديال الصدر بجوج سنتيم حتى ل 3 سنتيم. الا بغينا نجيبوها مزيره نقصوا 3 سنتيم. هنا عندي 31 غنقص 2 سنتيم وتعطيني 29. انا هنا غندير 29 هكذا ونهبط من الكتف لهنا 56 سنتيم. المراه المتوسطه، وكيف ما قلنا الا كانت المراه طويله عاود كنوصلوا ل 60، والا كانت طويله بزاف كنديروا حتى 64، ولكن المراه المتوسطه كنديروا لها 56، المراه القصيره كنديروا لها 54. عقلوا على هاد الارقام الله يرضي عليكم حقاش هاد الارقام مهمين. في هاد الخط هذا غادي ناخذ القياس ديال الحوض ديالنا اولا الارداف اولا لي هونش. عندنا 31 وسنتيم د الخياطه 32. كنجيب هاد النقط هادو، هادي كنجيبها لهنا وهادي كنجيبها لهنا بحال هكذا. ولكن هاد البلاصه هادي ما كنجيبهاش، هاد البلاصه هادي في هاد الفي كنحيدها، يعني كنحيدها باش بهذا بحال هكا كتجي دايره باش ما كتبانش ديك الفي بحال هكا.
صافي. وكنهبط للاسفل. عندنا الطول الاصلي عندنا 130، كنزيدو 6 سنتيم في جليل ديال لوغلي وسنتيم ديال اللي غادي يتخيط من هنا من الكتف، يعني 7 سنتيم. 30 غندير 37 137. هنا 130 غندير 137. من هنا خدينا من العنق حتى لهنا 137، وغادي ندير خط مستقيم زاويه قائمه دائما باش كيجينا خط مستقيم. هنا القياس ديال 39 سنتيم. حنا غادي نديرو الافتتاحات من التحت ونطلع من هنا لهنا 3 سنتيم ديالاش ديال الجليل باش ما يجيوناش نازلين. وبالمسطره غادي نقاد هاد المسطره هادي كتجيب الخط من هنا مستقيم وهي غاديه وهي كتطلع للثلاثه هكذا. ونلاقي النقاط من هاد النقطات لي هونش النقطه ديال الجلايل. دابا كملت الامام. وقبل ما نقطع شحال عندي في لي هونش؟ عندي 32. ونشوف هنايا هادشي اللي بقى ليا في الخلف واش عندي 32 ولا ما عنديش. هي غادي تكون، ولكن دائما نتوما خذوا القياس ديال هانتوما. شوفوا راه كاينه 39 كاع. يعني ملي كتاكدي بلي هاد الجهه هادي المسدوده عندك فيها الخلف كتقطعي. قبل ما تقطعي خدي القياس. هنا نرجلوا المسائل ديالنا في مره من الامام عاد نمشيو الامام. دابا كندخلوا هنايا بواحد ونص وكنهبطوا هنايا بواحد ونص. دائما تنقول لكم هاد النقطه هادي علاش كنهبطوا واحد ونص هنا، باش الجلابه متبقاش تهرب لينا للظهر. انا هبطت دابا هنا واحد ونص ودخلت هنا واحد ونص، يعني ديك الدخله اللي دخلنا هنا حنا هبطناها هنا باش غيجينا التركيز مقاد. اما في الخلف ما كندخلوش هاد الواحد، يعني كنجي في الخلف كندير هكذا، كنجي من هنا مقاده وكنمشي مع هاد الخط هذا تقريبا وكندور هنا عادي. غادي الخلف ما غاديش نهبطوا فيه هاد السنتيم باش حيت نجي نحط الامام على الخلف يبان لي الامام من الخلف. الامام هو داخل بسنتيم والخلف الامام داخل بسنتيم هنا وهبط بسنتيم من هنا. الخلف لا، الخلف غادي نمشيو هكذا مع هذا الخط اللي درنا. دابا غادي نقطع ونوري لكم. غنقطع دابا على الجهه ديال الظهر. دابا انا قطعتها هكا. هذا هو الكول، هذا هما الكتاف هما هنا والجليل هما لتحت. دابا شنو غندير؟ غادي نقلب، يعني هذا غادي نردو هكذا. رديت دابا هاد الكتاف غادي نردهم للفوق والجليل غادي نردهم لتحت بعد ما كان العكس. شفتوا انا دابا رديت الجليل لتحت ورديت الكتاف الفوق، وغادي نخرج هاد الحاشيه هاد الحاشيه راني ما حسبتهاش قبيله. غنقاد الامام مع الخلف، الامام جهه مفتوحه والخلف جهه مسدوده. انا قديته دابا مزيان. هنا نفس القياس غادي نديرو 8، وهذا القياس ديال 8 ولا 10 ولا 9 يختلف حسب الشخص. هنا السيده اللي غنخدموا لها دابا هاد الجلابه ضعيفه ودرنا لها غير 8، والمتوسطه كنديروا لها 9، واللي غليظه كنديروا لها 10. صافي. هذه دابا عندها العنق صغير غنديروا لها غير 8. هذا هو القياس العنق ديالها. وغنهبطوا هنايا 2 سنتيم ديال الهبطه ديال الكول، الهبطه ديال الرقبه، ونجيو انا دايره هكا وندير هكا ونقطع على حد هذا القياس اللي درت في الامام. ما غاديش نزيد عليه ولا نقص عليه حتى شي حاجه. من بعد عاد غادي نديرو تعديل في الامام. عقلتوا على داك الواحد ونص اللي دخلنا هنا؟ ها هو نبينو واحد ونص اللي هبطنا هنا هو اللي غادي نحيدو
باش يجي الامام مختلف على الخلف. غادي ناخذ القياس ديال الدوره ديال التركيز الامام. بعد ما كتقطع كتولي هنا 31 فاش كندورو. ضروري تاخدي القياس مقطوع. دابا خدمنا القياس قبيله 27 غير هكذا خدينا 27، ولكن فاش نجيو ناخدو الكم، حيت الكم اللي غادي يدخل هنايا خصو يجي مقد مع هاد البلاصه. يعني انا هاد البلاصه اللي غادي يدخل فيها الكم خاصني ناخد القياس ديالها بالتدقيق. لقيت فيها 31. انا دابا قيست الامام فيه 31. ودابا باش ما تقولوش باللي راه فاش كنهبطوا هنا وكندخلوا هنا راه كيتغير القياس ما بين الامام والخلف. انتم ياك لقيت هنا 31، هنا عاود غادي نقيس ديال الخلف، وها نتوما غادي تشوفوا. شتيها 31، يعني تيبقى القياس هو لان الخلف ما دخلناش فيه وما هبطناش، والامام دخلنا فيه وهبطنا وجاو بحال. دابا غادي نمشي للقياس ديال الكمام. ندخل هنايا 10 سنتيم. بالنسبه لهاد العشرة راه كل واحد كيدير، مره كاين اللي كيدير 12، كاين اللي كيدير 15، كاين اللي كيدير 14 على حسب الكم. كل ما نقصتي في القياس هنا كل ما الكم كيتحرك بسهوله، يعني تقدري تهزي يدك وتحطيها بسهوله. وكل ما كبرتي هاد المسافه هذه، يعني ديري 15 ولا 12، هي ماشي غلط، راه صحيح، ولكن كيجي لكم نازل وما تقدريش تهزي يدك بسهوله. كيجي بحال الشكل ديال لي مونطو، بحال لي فيست، بحال هكذا كيجي بحال كم رومي، وكيجي مقور حتى هو كيجي زوين. ولكن باش تكون واحد الحركه سهله بالنسبه للجلابه بلديه كنديروا لها 10، راه كتجي هي هذيك. وانتم لكم الاختيار. صافي كنجيب واحد الخط من هنا لهنا حدود هاد 10 سنتيم، وكناخد القياس ديال 31 سنتيم اللي لقينا في التركيز في الدوره، اللي لقينا في الدوره ديال التركيز. ها هي 31. نقسمها على جوج ونعاود نقسمها على جوج، يعني بحال هكا نقسمها على 4. نعاود نحط هذا القياس هذا اللي على 4 هكذا. كنطلع من هنا لهنايا بواحد ونص، وكنهبط من هنا لهنا. هذا الوسط ما تنقيسوش، ونهبط واحد ونص. من هنا لهنا واحد 2 سنتيم كتمشي مقاده مع هاد البلاصه هذه، يعني كنمشي نيشان هكا 2 سنتيم، كنمشي مع الخط، كتمشي لي مع الخط هكا 2 سنتيم، ونمشي عند هذا، ونمشي لهاد البلاصه هذه ديال الوسط، ونزيد لعند هذه، وانا كنقور نمشي عند هذه هكذا. شفتوها؟ واللي ما عرفش يدير هاد الاس هذه، راهم المسطرات رخاص وموجودين عند اللي كيبيعوا لوازم الخياطه. في الاول كنحط هاد البيستولي هكا، ها نتوما شوفوا، شفتوه؟ من بعد كنقلب هادي كنرجعها لهنا. في الاول كانت هكذا، شوفوا هاد الدوره هادي كترجع للراس ديال الكم من الفوق. من بعد كنقلبها ونردها هكذا، يعني هادي كتولي عاوتاني تحت الباط، هاد الجهه تحت الباط، ولكن كتشوف الفوق كتجي على هاد الشكل هذا. وانتم شفتوا هاي صافي. وندير الطول ديالي اللي بغيت. هاد الجلابه هادي غادي نخدموها بالضفيره والطراسم، يعني غادي نخلي غير سنتيم الفوق وسنتيم لتحت. اما الا كنا غادي نخدموا جلابه عاديه غنخيطوها بالماكينه، لابد غادي نخليو لوغلي ديال ديك التكفيفه تكون فيها ديك 5 سنتيم على الاقل، اولا 6 سنتيم. دابا حنا غنخليو غير سنتيم. عندنا في الطول 56 و2 سنتيم 58.
هنا غادي نديرو 16 سنتيم زائد سنتيم د الخياطه 17، ونسطر من هاد النقطه لهاد النقطه، نجيب واحد المسافه هادي نقسمها على جوج، عاود هذا النص وندخل هنايا بواحد ونص حتى لجوج سنتيم، وندخل هكذا بهاد المسطره هادي، اولا غير بيدك. انا كنوري لكم المسطره غير بالنسبه للبنات المبتدئات. نعاود ندير هكذا وكتجي على هاد الشكل. هاد البلاصه هادي هاد الدخله كتجي زوينه، كتصاوب لنا لكم ما تيجيش هكذايا من هنايا واسع. وصدقوني يا البنات هاد الطريقه باش كنخدم معكم الفصاله ديال الجلابه كتجي واقفه وكتجي زوينه وما تندموش عليها. هانتوما قبل ما تقطعوا دائما تنقول لكم هاد الهضره هادي، دائما البنات كنقول لكم فاش تبغيو تقطعوا دائما خذوا القياس. بالنسبه للبنات اللي كيتعلموا خذوا القياس هكذا. مثلا انا شديت القياس ديال الامام اولا الخلف بحال غادي ناخذ القياس، ناخذ التركيز ديالي ها هو، ونشوف واش انا هاد الخدمه اللي درت هي هذيك ولا ما درت ولا ماشي هي هذيك، باش الا كان خاص نزيد شويه ولا كان ناقص نقص شويه. ولكن هاد الطريقه هذه راه ما غيزيد ما غينقص، وانتم غتشوفوا. هنا في العادي انا كنخيطو سنتيم ديال الكتف، اذا العادي غنحيدو سنتيم ديال الكتف. هاو انتم شوفوا معايا، انا غادي معكم وحده هكذا. انا حيدت سنتيم ديال الكتف اللي غيتخيط، ونمشي مع هاد الاس اللي صاوبنا، ونمشي مع هاد الاس. ها انتم شفتوا كيجي قدو نيشان، ما زايد ما نقص. الا درتو هاد الطريقه راه غتنجح لكم 100%. ها الكميم ديالنا. انا دابا غادي نفصل معكم القب. هاد القب هذا غنديروه في الجلابه اللي غادي نخدموا فيها السفيفه اولا الضفيره اولا الطراسم، يعني تتكون عندها واحد الودينه نازله، ما تتكونش بحال غنخدموا الرنده. باش نخدموا الرنده كنقطعوا القب على الحد ديالو ديال 42. دابا لا، غنخليو ديك 15 سنتيم اللي كتدخل في الهبطه ديال الكول، وندير هنايا 42 ديالي. هاي وعاد باش نطوي هاد 15 سنتيم ما تنهضروش معاها، هذه كتكون داخله ديك الودينه ديال القب اللي كتهبط مع الكول. هنا اللي كنديروا فيها الطراسن اولا السفيفه، كنهبطوا الطراسن والسفيفه من هنا وكتهبط حتى مع هاد البلاصه هذه. انا غنوري لكم كيفاش فصلتها. كنطلع من هنا لهنايا 6 سنتيم، ها هي كندير هنايا 30 سنتيم ديال راس القب اولا السطح ديال القب كما تيقولوا له الخياطه. 30 سنتيم ديالنا. فاش كنبغيو نفصلوا لكم تناخذوا الدوره ديال التركيز المضبوطه، باش حيت نحطوا معها الكم ونلصقوا معها الكم كيجي لكم مريقل مع التركيز. كذلك القب فاش كنبغيو نخدموا القب، هذا القب هذا غادي يلصق في الدوره ديال العنق، يعني ديك الدوره ديال العنق خاصو يجي هذا القب هذا مقد معها، ما شايط ما ناقص. وشنو كنديروا؟ كنجيبوا الامام ديالنا هكذا، كناخذ القياس عليه بهذا الشكل هذا. هو لقيت هنايا 16 سنتيم، هذا في الخلف في الامام. غنمشي للخلف، ندير هكذا. هنا 10، يعني 10 زائد 16 الامام هي 26 سنتيم، ولكن خاصنا دائما نعينوا الامام من الخلف. غنجي دابا انا لهاد 42 اللي عبرت من هنا لهنا، اللي خديت القياس ديالها من هنا لهنا، وكناخذ شحال قلنا لقينا 26 سنتيم. ها هي ونسطرها.
ها هي 26 سنتيم. ونعين الامام من الخلف، يعني الامام عندي 16 ها هي، والخلف عندي 10 ها هي. صافي، كنجي هاد المسافه هادي ديال 16 كنقسمها على 2 عاود بحال اللي خدمنا في الكم. 8 وهنا 10 مقسوم على 2 5. يعني انا قسمت دابا هذا بوحدو وهذا بوحدو، هاد الوسط ما نقيسوش. غنجي لهذا اللي قسمت 5 5 يعني ديال الخلف، ونطلع هنايا 1.5. ونجي لهذا ديال الامام اللي قسمت ونهبط منه 1.5 او لا 2 ماشي مشكل. 1.5 راه مزيانه. ونقور بحال كي كنقور في الكم، بحال اللي كندير داك الاسد الكم بحال هكذاك. غنجي لهنا وندير هكذا، هانتوما في الحدود ديال الخط 6 يعني ما كنفوتش الحدود. ونجي لهنا وندور في هذه النقطه هذه الوسط، ونجي هكذا هاي هي هذه. شفتوا كيفاش كتجي؟ ونجي لهنا ونلاقي هاد النقطه هذه مع هاد 30 اللي دخلنا بها من هنا لهنا. صافي، دابا غادي نرجعوا لهاد البلاصه اللي قلت لكم كتلصق فيها السفيفه. يعني هاد الجهه هذه حنا غنديروا غير الضفيره، يعني غتكون في الضفيره شي 2 سنتيم ما بين الضفيره والطراسم، غتكون فيها شي 2 سنتيم. هاد الحاشيه هذه ما غنحسبوهاش، راه غادي تطوى. ونزيد واحد 2 سنتيم من هنايا، ها هي ديال الضفيره اولا 3 كاع. غادي نزيد لها سنتيم د الخياطه 4 سنتيم. غنخلي هنايا 4 سنتيم، خلي 4 سنتيم. ونجي لهنايا شوف هكذا كنجيو، هاي شفتوها كتجي بهذا الشكل. باش ملي كنفصلوا حنا الا ما كناش غنديروا السفيفه اولا الطراسن، راه غنقطعوا غير من هنا. اذا كنا غادي نديروا جلابه عاديه اولا غادي نديروها بالرانده كنقطعوها على حد 42 هكذا. ولكن الا كنا غادي نديروا فيها السفيفه اولا الضفيره اولا الطراسن كنهبطوا هاد الودينه هادي. علاش؟ باش يهبطوا معاها الطراسن، باش ملي تحل الجلابه في الصدر يبان لها هاد الخدمه هنايا. دابا غادي نشوفوا فاش وفي الخياطه راه هذا كيلصق مع الامام والخلف، وهذا كيجي نازل بوحدو. هانتوما دابا غادي نجي ونشوف واش هاد الخدمه ديالي هي هذيك ولا ماشي هي هذيك. غنجيب الامام، ها هو شوف ها القياس ديال الامام شفتوه، ها هو جاي قدو نيشان. ها شفتو كي جا قدو. ونجيب الخلف دابا عاود، ها نتوما شتي كي جا قدو. ها هو جا هذا قد هذا لهنايا جانا نيشان. ها الخلف ها الامام. يعني انا فاش غادي نمشي نحط هاد القب على هاد الجلابه هذه الامام والخلف غيجيوني مقادين. ما غادي نقول لا غادي نقص من القب ولا غادي نقص من الكول. صافي. ولا كنتو غتعطيوها للخياط يخيطها لكم ما فيها باس، تبينوا ليه الطريق ملي غيدوز. ها هي ان انت اللي فصلتي، اما الا فصل هو راه عارف شنو غيدير. ها هي هكذا باش ملي كتعطيه كيعرف ها القب وهذه راه الزياده. هاي شفتوها هكذا، اولا كندير لها بحال هكذا ونقلب ونكوبييها هنايا بهكا باش نجيبها مقاده معاها. ها هي شفتوها فاش كديريها هكذايا كتكولا هنا
ها بلاصه القب حد هنايا، وهادو دوك الودينات. هنا القب غادي نغلفو بهاد الشبيكه هادي هما هو والكمام. نحط القب على هاد الشبيكه ونقطع. خاص القب يجي مقاد مع الشبكه. القب بغا يتغلف بهاد الشبيكه هادي، غيجي على هاد الشكل هذا من الداخل. وكذلك الكميمات غنحط عليها الكم. اي توب عندكم بغيتو تغلفوه به تغلفوه. وهكذا غيجيو الكميمات هكذا، غيجيو مغلفين من الداخل هكذا. باش الا بغيتي تقلبيها هكا تقلبيها، بغيتي ديري لها غير فتيحه هكذايا وتبقى يبان هاد الشبكه هادي كيف ما بغيتي تخدميها كتخدميها. وبهكا غنكون كملت الفصاله ديال الجلابه ديالي. نتمنى انكم تفهموها وتطبقوها، وإلا طبقتوها راه انا متاكده 1000% باللي راه ان شاء الله غادي تجيكم مزيانه وتجيكم قاده معكم. ولكن الا شديتوا القياس مضبوط ودرتوا الطريقه اللي وريت لكم هكذايا دابا، ونتمنى ان شاء الله حتى نتوما تعلموها. وما تنسونيش من اللايك ومتابعه، وشكرا على حسن المتابعه، والى حصه مقبله ان شاء الله في درس جديد.